مين الناس اللي مرشحه اللي كنا مرشحينها، وانا في الفاصل وريتك واحد من 2018 عشان تتاكد يعني رساله. كان واحد يعني كان نفسي يبقى موجود، بس الحمد لله ان هو ما جاش، عشان هو يعني مش قصدي، يعني كان نفسي موجود الاهلي طبعا ويبقى قرن كبير، بس هو دلوقتي في مكان احنا كلنا نفخر بيه اللي هو مرموش. فعلا 2018 وانا وريتك عشان بس الناس ما تبقاش فاهمه. اللعيب لعب في دجله، باين كويس جدا، شخصيه كويسه، سالنا عليه، كان في الاي في مدرسه، متعلم مثقف، ايا كان. كنا عايزين ندخل نتكلم معاه. كنت قابلت ماجد سامي، قلت له في المعادي، قابلته في الفيلا بتاعته، كنت عاوز محمد محمود واداهولنا، وكنا عاوزين عمر، قال استنوا عليه شويه. وكان المفاوضات على فكره تبقى بين كابتن الخطيب وبين المهندس ماجد سامي، وهما الاثنين العلاقه بينهم كويسه جدا، فكان الامور تحصل، بس هو ما حصلش نصيب. احنا مشينا، استقلنا، فما لحقناش. وهو فخر بقى لينا زي محمد صلاح طبعا. يعني عمر مرموش كان ممكن يبقى لعيب في الاهلي. وبالتالي عمر ما كانش يعرف الكلام ده، يعني ما اعرفش هو كان عارف ولا لا، بس ده كان حاجه يعني كنا عاوزينها يعني. الحتة التانية ان انت بتعمل استراتيجية معينة وبتعمل بلان 5 سنين. البلان ال5 سنين ده على فكرة كل الحاجات ده منطقي جدا، بس هي كانت جديدة على الكرة المصرية. دايما كان المهندس عادل القيعي طبعا هو يعني يعني ايكون في المكان ده. كان هو طبعا مش ده مش يعني اللي انا هقوله ده مش وحش، واما نشوف يعني كان دايما هو مهندس عادل اللي بيروح يخلص كل حاجه بتاع. احنا كنا عايزين نعملها لجنه. عدل القيعي كان وان مان شو. واما نشوف طبعا. واما نشوف مش معناها ان هو واما نشوف دي معناها الناس ما تعرفش غير تعاقدات غير مهندس عادل القيعي. طب ما دي حقيقة. ايه، طب ما هو ده المفروض ما يبقاش صح.